اضافات جديدة رح تنزلها اللعبة بالتحديث الجديد. واول اضافة رح تنزل معنا بالتحديث الجديد واللي هي معزز الفريق، ومعنا مطرقة التعزيز، وفي عندك جيوب الأرجل الخارقة والسوق التكتيكي. وأنا بهذا المقطع رح أشرح لك كل خاصية وشو بتستفيد منها. الخاصية الأولى واللي هي معزز الفريق، هي الخاصية بتشمل سكوادك كامل ورح تفتح لك 6 خانات عندك. أول 3 خانات رح يكونوا مجانيات، ولحتى تقدر تفتح ال3 التانيات ليصيروا 6 بدك تدفع التوكن، يعني رح يكون بالتوكن. وبهي الخانات فيك تحط لهم مهارات شخصية واللي هي زيادة بالسرعة، فيك تعبي لهم فطر وبتعبي لهم دمهم، وفيك تعطيهم دم خارج الزون، وفيك تصلح لهم دروعهم. وخلصنا من الخاصية الأولى وننتقل للخاصية الثانية واللي هي منطقة التعزيز. منطقة التعزيز هي باختصار انك فيك تشوف الأسلحة الموجودة مع سكوادك إذا كانت قابلة للتطوير مثل السكار أو الام بي 5، فيك تطور لهم إياها بالتوكن من عندك بدون ما هن يطوروا. والخاصية الثالثة اللي معنا واللي هي السوق التكتيكي، هاي الخاصية حرفيا هي ماكينة متنقلة معك، فيك تفتحها أكثر من مرة، فيك تشتري منها معدات، مفتاح المستودع، أو تشتري منها مهام القتل. أما الإضافة الأخيرة معنا جيوب الأرجل الخارقة. جيوب الأرجل الخارقة رح تعطيك شعلة، ورح تعطيك زيادة بحجم الشنطة، ورح تعطيك درع وخوذة أول ما تنزل من الطيارة. صراحة إضافة كتير أسطورية. يعني هاي المعدات الموجودة قدامكم حاليا رح يحذفوها ورح ينزلوا شيء جديد بدالهم، يعني بدل ما يكونوا 8 رح يصيروا بس 4 خاصيات. ومعنا إضافة كمان واللي هي الشخصية الجديدة، شخصية نيرو. هاي الشخصية حرفيا هي أبشع من شخصية كريستيانو، يعني يا محلى كريستيانو قدامها. خاصية هاي الشخصية إنك رح تعمل لك هالة، وهي الهالة داخلها ما فيك تحط نهائيا ثلج. والأبشع من هيك كمان إنك رح تتدمج أنت وداخلها. حرفيا هاي الشخصية ممكن تدمر اللعبة.